يا اهلا وسهلا بيكم. معاكم نادين علي سيرتيفايد لايف كوتش، والنهارده انا حابه اكلمكم على فكره التوتر، ازاي نتعامل معاه بشكل عملي. بنروح الشغل او لما نمشي في مجاميع او لما نتحط في موقف يكون فيه خلاف ما بين شخص اخر، بنحس ان جسمنا بيعجزنا ان احنا ناخد الفعل او التصرف اللي احنا عايزينه. طيب في الحاله دي ازاي ابتدي يبقى عندي كنترول او تمكين ذاتي على جسدي تحت الضغط، او لما يحصل توتر معين في الجسد؟ يعني يحصل حاجة، موقف او حد يقول حاجة وانا احس بالتوتر جامد جدا في جسمي. ازاي بقى اتعامل مع المشاعر دي، وازاي اوجه سلوكي وجسمي في الاتجاه بتاع السلوك اللي انا عايزه، مش اتصرف بالطريقة اللي بحس بيها بالزعل كل مرة اتحط في نفس الموقف ده. فيلا بينا نخش في تفاصيل التوتر. مبدئيا اول حاجة عايزة اكلمكم عليها هو التوتر بيجي منين، عشان نبقى عارفين بيجي منين فنشيل جذر المشكلة. اول حاجة التوتر بيجي من حاجتين: عدم هدوء الجهاز العصبي بتاعنا، وده بيبقى ليه علاقة بالطفولة اللي انا مريت بيها بنسبة. وتاني حاجة هي عدم قدرتي على التعامل او فهم المشاعر اللي بمر بيها، جذرها واسبابها. فالنقطتين دول الاساسيين لليه انا بحس بالتوتر ومش بعرف اتعامل معاه. خلينا اول حاجة نبدأ بفكرة الجهاز العصبي، ودي نقطة مهمة جدا. في نوعين من الجهاز العصبي: السمباثيك نيرفس سيستم والباراسمباثيك نيرفس سيستم. السمباثيك نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي اللي بيفعل حالة الفايت اور فلايت اور فريز. بمعنى اصح هو الجهاز العصبي اللي بيخلي جسمك يقظ عشان يتعامل مع خطر او potential danger، خطر متوقع قدامك او حتى لو خطر وهمي. بس هو بيساعدك انك تتعامل مع اي خطر ممكن تقابله عن طريق انك تهرب من الخطر ده، او تحارب تواجه الخطر ده، او تقف مكانك تتشل تماما ما تبقاش عارف تتصرف. فده السمباثيك نيرفس سيستم. عندنا الباراسمباثيك نيرفس سيستم، وده اللي بيساعدنا ان احنا نهدى. الباراسمباثيك نيرفس سيستم بنحسه مثلا او بيظهر معايا لما احس اني بتاوب عايز اخش انام، بيكون متفاعل مثلا وانا باكل وانا رايق وانا هادي. فاحنا دلوقتي عايزين نفعل اكتر عندنا الباراسمباثيك وقت الاحتياج. لما يكون في مثلا خوف وهمي ببقى عايز اغير من السمباثيك نيرفس سيستم للباراسمباثيك نيرفس سيستم. فدي اول نقطة. تاني نقطة ان في نوعين من خبرات الطفولة اللي الشخص ممكن يعدي بيهم، اللي تأدي ان هو يبقى عالق في نوع نيرفس سيستم معين او جهاز عصبي معين. اول نوع اسمه sensitized nervous system، يعني جهاز عصبي بيتحسس من اشياء معينة، او نقدر نقول عليه هو حساس شوية. وده لما نلاقي الجهاز العصبي بيتحسس من الضوء، بيتحسس من اللمس، بيتحسس من الصوت العالي. النوع ده من الجهاز العصبي بيبقى مر ببرولونج ستريس، بمعنى أصح ضغط على مدارات طويلة من الوقت، وما كانش فيه فاصل في النص. بلس الضغط ده كان unpredictable. يعني ايه unpredictable؟ يعني غير متوقع. يعني هو فضل في ضغط على مدارات طويلة جدا من الوقت، والضغط ده غير متوقع هيجي امتى ويمشي امتى. فلما حد يتربى في بيئة زي كده بيكبر جهازه العصبي عايش في قلق بشكل مستمر. النوع التاني من الجهاز العصبي متعود على فكرة الضغط المتقطع. يعني الصحي ان يتعرض الطفل او الشخص الصغير في السن ده لضغط، لان طبيعي الحياة فيها ضغط، ولكن متقطع وليس مستدام. لو الطفل بيعدي بضغط مستدام ده بيأثر على حتة التوتر عليه في المستقبل. الطفل لو عدى بضغط متقطع فده بالعكس، ده بيبني عنده المرونة النفسية. بلس ان الضغط predictable شوية، يعني متوقع عند الطفل شوية. يعني عارف ان لما بغلط بيحصل الحاجة دي، مش بيحصل بدون سبب واضح. فهو الضغط predictable، يعني هو قادر يتوقعه شوية، وفي نفس الوقت كنترولبل، يعني قادر يوقفه بنسبة. اما النوع الاولاني في الجهاز العصبي الطفل مش قادر يوقفه، يعني الضغط على مدارات طويلة من الوقت غير متوقع ومش قادر يوقفه. اما الجهاز العصبي التاني الضغط متوقع بنسبة، قادر يوقفه بنسبة، وفي نفس الوقت متقطع. النوعين من الجهاز العصبي دول هما اللي بيأثروا على فكرة هبقى متحسس بقى للتوتر في المستقبل ولا لا. خلينا بقى نفهم جزء مهم جدا ليه علاقة بالجهاز العصبي، وده الجزء الثالث او ثالث نقطة، وهي مخنا بقى بيعرف او بيحس بالتوتر ازاي، وامتى نوقف التوتر من اول درجة بيعدي بيها المخ من هو يستقبل توتر. اول حاجه في حاجه اسمها تريجرز او مثيرات عاطفيه. بمعنى صح لما يحصل موقف معين قدامي، او حد يقول كلمه معينه، او اسمع صوت عالي، يقوم على طول مخي بعت لي رساله ان ده ثريت، خطر.
فجسمي يخش في حالة فايت فلايت فريز، حالة ان انا اقف مكاني معرفش اعمل حاجة، او اواجه بشكل عنيف، او اهرب من اللي بيحصل. فالمخ بقى بيستقبل الحاجة دي ازاي وبيتعامل معاها ازاي؟ اول حاجة مخنا منقسم ل3 اجزاء، والنقطة دي مهمة جدا. اول جزء اسمه الريبتيليان برين، وده الجزء اللي في اخر المخ خالص. انا دورت لكم على فكرة على لعبة مخ صغيرة عشان اشرح لكم عليها، بس ما لقيتش في اي حتة. فالمرة الجاية وعدكم ان شاء الله الاقيها، اجيبها من حتة يعني مضمون ان انا الاقيها باذن الله. المهم باك تو اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان دلوقتي المخ الحته فيه الاخيره اللي تحت خالص دي اسمها الريبتيليان بارت اوف ذا برين، الجزء اللي هو في الاخر خالص. ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تنظيم ضربات قلبك، الدوره الدمويه، جهازك العصبي، الكلام ده كله. نيجي فوقيه على طول بقى حاجه اسمها الليمبيك برين، وده اللي هو مسؤول عن المشاعر. يعني لما تحس مشاعر زعل، لما تحس مشاعر توتر، لما تحس مشاعر ذنب، كل الركن ده مسؤول عن حتة المشاعر بتاعتك والحب والكلام ده كله. اللي فوق بقى خالص اللي هو الجزء ده اللي بيكتمل لما انت بيبقى عندك 25 سنة، اللي هو الثينكينج برين، اللي هي النيو كورتكس، ودي اللي مسؤولة على اتخاذ القرارات، ومسؤولة عن العقلانية بتاعة البني آدم. يعني لما نتصرف بعاطفة فاحنا نتصرف من السكند برين اللي هو الليمبيك برين، اللي هو مسؤول عن المشاعر. لما نحس ان جسمنا تحت خطر شديد جدا، هنا بقى الريبتيليان برين هو اللي بيلعب الدور. سرع ضربات القلب، ما نعرفش ننام كويس، الجهاز العصبي مشدود. فدي كده الاجزاء ال3 الاساسيه في المخ اللي انا مهم ابقى عارفها. طيب انا لما بتحط تحت توتر ايه اللي بيسيطر عليا؟ الليمبيك برين والريبتيليان برين. الثينكينج برين ده اللي هو بيساعدني اتخاذ القرارات وافكر وابقى فكرت في رد فعل كويس واخد اكشن زي ما انا عايز او سلوك زي ما انا عايز، بيقطع ميه ونور. يعني وانس الجسم يحس او العقل يحس ان احنا تحت خطر، اللي بيبقى شغال معايا بس الاجزاء اللي في المخ اللي بتبقى شغاله الريبتيليان والليمبيك، اللي هو الثينكينج برين اتخاذ القرارات وان انا ابقى عقلاني والكلام ده كله بيقطع ميه ونور، بيقفل. وعشان كده لما نتحط في مواقف معينه ونرجع نراجع نفسنا بعد الموقف، اقول ده انا كان ممكن ارد اقول كذا، ده انا كان ممكن اتصرف كذا، طب ليه في الموقف ولا افتكرت اي حاجه من الكلام ده؟ فهو لهذا السبب ان الريبتيليان برين والليمبيك برين شغالين معايا جامد جدا، بس الثينكينج برين هو اللي قطع ميه ونور، فبالتالي ما عرفتش اتصرف. فاللعبه هنا ان انا اعرف ارجع الثينكينج برين اونلاين تاني رغم الضغط والتوتر اللي ممكن اكون فيه، اللي فعل الريبتيليان والليمبيك برين. وانا بطور النقطة دي عن طريق ان انا افهم المشاعر بتاعتي، افهم سببها وهي جاية تعلمني ايه، وافهم جذورها وازاي اعرف افرغها. انا لو عرفت اظبط الاستراكشر دي، في الحالة دي هعرف اتعامل مع مشاعري. طيب خلينا دلوقتي فهمنا اساس الانكزايتي ايه او التوتر ايه، فهمنا على مستوى المخ بيحصل ايه، فهمنا انواع الجهاز العصبي. تعالوا بقى نتعامل مع التوتر ده، تعالوا نقضي عليه تماما. سواء التوتر اللي عندي ده توتر بيجيلي زي رهاب اجتماعي، ان انا لما بمشي قدام عدد كبير من الناس او اتكلم قدام ناس كتير مثلا في البرزنتيشن، بحس ان انا ضربات قلبي عاليه جدا لدرجه ان صوتي بيرتجف، مش عارف اقول الكلام اللي عايز اقوله، وبنسى بقى ده. يعني غير ان انا بنسى كل الكلام اللي حفظته. ففي حاله زي كده طيب ازاي انا اهدي الجسم واعرف اتعامل بالشكل اللي انا عايزه؟ فتعالوا تدريجيا ننتقل للادوات العمليه اللي تساعدنا ان احنا نحقق ده. طيب خلينا نبدا باول حاجه، الجهاز العصبي. زي ما اتفقنا، ازاي اخلي الجهاز العصبي بتاعي يتحرك من فكره التوتر المستمر للهدوء؟ اعرف انام، اعرف اكون بتمشى بطريقه ابطا واهدى، اخد نفسي بطريقه ابطا واهدى، اتصرف في المواقف الصعبه. طيب انا عشان اظبط جهازي العصبي مهم اعرف ان الانكزايتي او التوتر بيحصل من عدد عادات متتالية على مدارات طويلة من الوقت. يعني من أول ما احنا بنصحى لحد ما نروح البيت لو كنا في الشغل أو في المدرسة أو في الجامعة وننام، في عادات معينة بنعملها بشكل مستمر هي اللي بتفعل أنماط التوتر دي. طب العادات دي ايه؟ منها ان انا اشرب قهوة مثلا اول ما اصحى، ان نومي يبقى متقطع بشكل مستمر، التفكير المفرط، في انماط معينة كده لما بقع فيها اصلا بتعزز نمط التوتر عندي، ان انا بحس بالتوتر بشكل مستمر. فدلوقتي الانماط اللي عندي دي مهم اعرف هي ايه، فبالتالي استبدلها بالانماط اللي انا هقولك عليها دلوقتي. اول حاجه وهي تمارين النفس، وممكن تكون دي سمعتها كتير جدا وجربتها مره ولا 2 ولا 3 وقلت لا الموضوع مش نافع معايا. بس تمارين النفس مش فكره ان انت لما تتنفس تهدى، لا، تمارين النفس مهم تستمر عليها
لحد ما يبقى اللايف ستايل بتاعك اصلا نفسه هادي. بمعنى صح، نفسك اهدى. يعني انت بتعود جسمك، بدل ما انت تحت امر سيطرته، يعني هو اللي مسيطر عليك من ناحيه النفس، بقيت انت اللي مسيطر عليه من ناحيه النفس، عن طريق ان انت تبقى واعي اولا بنفسك عامل ازاي في المواقف المختلفه اللي بتتحط فيها. لما بتكون واعي بالنفس وتهديه بقى في ساعتها، التوتر بيهدى بنسبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنت بتحول جهازك العصبي من السمباثاتيك زي ما قلنا للبارا سمباثاتيك، وفي الحالة دي الجسم اوريدي بيهدى. حلو. فدي اول حاجه، فكره ان انا اتنفس يوميا، يبقى عندي تمارين نفس. وهحط لكم برده PDF تحت اليوتيوب فيديو ده في تمارين نفس كتير جدا تقدروا تجربوا منها مختلف الانواع. فبعمل تمارين النفس دي يوميا لحد ما اوصل لمرحله اني بقيت بشكل مستدام واعي بنفسي تحت اي موقف او رغم اي موقف اتحط فيه، انا واخد بالي انماط نفسي عامله ازاي، فبظبطها. لما اظبطها ارجع الثينكينج برين تاني اونلاين. فاكرين ما قلت لكم ان هو بيختفي او بيبقى اوفلاين لما بكون مشدود او متوتر؟ لما بعمل نفس او بتنفس اهدى بيرجع الثينكينج برين اونلاين، ان الجسم اوريدي بياخد اشاره من المخ ان احنا بنهدى. اوكي. فزي ما اتفقنا دي اول حاجه النفس. طب ليتس سي انا عايزه اجرب حاجه تانية. عندي الحواس، وده اللي هو بيسموه بالانجلش الجراوندنج، ان انا ابتدي اركز على حواسي، لانه اوريدي اي حاجه بتحسسني بالتوتر بتبقى بدات بالحواس مبدئيا. يعني انا شفت حاجه ضايقتني، سمعت حاجه ضايقتني، لمست حاجه ما كنتش مرتاح، ايا كان، هي بتبدا الاول بالحواس. ولما بستقبل بقى الحاجه اللي حصلت من حواسي، هنا بقى تفكيري يبعت اشاره لا في خطر. فاهمين قصدي؟ ففي الحاله دي مهم ان اركز ان الحواس اوجهها، وده اسمه توجيه الانتباه، لشيء اخر غير الحاجه اللي موتراني. يعني مثلا في حد ممكن تحط مثلا ان هو سايق وحد لبس فيه مثلا for some reason، فهو عايز يعني ياخد حقه، بس ما يكونش بانفعال شديد ويفقد السيطرة ويعمل حاجات تخسره حقه أصلا، عشان هو فقد السيطرة على انفعالاته. ففي الحالة دي بيوجه انتباهه من خوفه للخلاف، وان احنا هنتخانق دلوقتي، وان انت خبطت عربيتي، لقدرته على التعامل مع الموقف عن طريق البروبلم سولفينج. فهنا وجه انتباهه من انا في خطر، في مشكلة كبيرة مش عارفة اتعامل معاها، ليه؟ انا عايز احل المشكلة دي، وايه اكتر طريقة ممكن استخدمها عشان اخد حقي واحل المشكلة دي. طبعا في لحظة الشدة لما يحصل موقف زي كده ويبقى كبير مثلا وانا مش عارفة اتعامل، طبعا كل الكلام ده ولا هنفتكره، وده طبيعي لان الجسم هو اللي مسيطر مش العقل. لكن لما انا ما استناش موقف يحصل لي عشان اعرف اتصرف، ابقى جاهز اوريدي قبلها بكتير جدا عن طريق تمارين النفس والحواس، ساعتها فعلا لما اتحط في موقف هعرف اتعامل. ليه؟ لاني اتدربت عليه كتير جدا من غير ما اتحطت في موقف ستريس. يعني لما اتدرب كل يوم كأنها رياضة، كأني بقوي عضلة معينة، ودي عضلة الهدوء. عشان اقوي عضلة الهدوء والثبات الانفعالي محتاج ان اتمرن عليها يوميا. مش لازم اتمرن عليها عن طريق ان انا احط نفسي في مواقف فيها خناقه مثلا او مواقف توترني بشكل شديد. انا ممكن اتمرن عليها بس لما يكون عندي وعي بالنفس وازاي انظم النفس، وان انا اتعود ان انا يكون عندي الوعي ده واوجه الانتباه. فبالتالي وعي بالنفس انظمه ازاي، وتوجيه انتباه. فلما اتحط في موقف اعرف اعمل الثلاث حاجات دول، مش انساهم عشان افتكرت افكر فيهم بس لما اتحطيت في موقف صعب. فخلي تمارين النفس اسلوب حياه، وتمارين توجيه الانتباه عن طريق الحواس او غيره برضو اسلوب حياة. نيجي بقى عند تغيير جذري للعادات، ودي مهمة جدا. يعني اللي عاداته فيها مثلا ما بيسهرش كتير، بياكل كويس، بيلعب رياضة، على قد ما ده كليشيه وسمعته كتير جدا، شفته في حتت كتير جدا انه مفيد ليك والكلام ده كله، على قد ما من الحاجات دي اساسية للتغلب على الانكزايتي. هو انت مش بتتغلب على التوتر ولا الانكزايتي بمجرد ان انت ماشي بعمل تمارين نفس وحته الحواس وتوجيه الانتباه، لا، هو كمان اللايف ستايل بتاعك بيساعدك انك تتغلب على التوتر. هو انت لو اللايف ستايل بتاعك بتسهر كل يوم، ما بتاكلش اكل صحي، بترمرم مثلا ولا شيبسي ولا كل اكل ما فيهوش اي مواد غذائيه مثلا، ما بتلعبش رياضه، على طول قاعد، فطبيعي ان التوتر هيبقى جزء من حياتك، رغم ان ممكن بتعمل تمارين النفس وفي نفس الوقت تعمل تمارين توجيه الانتباه والحواس والكلام ده كله. فمهم حته برضو اللايف ستايل ان انا ابقى نومي منتظم، بنام 7 8 6 ساعات على الاقل، وفي نفس الوقت عندي لايف ستايل ان جسمي بيتحرك، لان الموفمنت بتساعد على تفريغ طاقات الغضب وطاقات التوتر. فمن غير موفمنت، من غير حركه، فهيفضل طاقات التوتر والغضب موجوده.
لان هم مشاعر بتحتاج حركه للتفريغ، مش زي مثلا الحزن انا لو عيطت خلاص انا فرغته. لكن الغضب والتوتر هي من المشاعر التقيله اللي بتحتاج حركه عشان تتفرغ. طيب انا كده بقى عرفت الاسباب بتاعه التوتر، بقى عندي ادوات بسيطه اقدر اتعامل معاها مع التوتر. بقى حاجه اخيره، انت خدت الادوات دي هتتمرن فيها سواء انت في موقف وحش او عادي يومك عادي. نيجي بقى عند الجرادوال اكسبوجر. الجرادوال اكسبوجر ده اكيد انت سمعتوا عنه قبل كده، ولو ما سمعتوش عنه قبل كده فهو التعرض التدريجي لشيء احنا بنخاف منه. بمعنى اصح انا ببني هنا بقى قيمة الشجاعة، وهنا في فرق بجد بسيط قوي بين الشجاعة والغباء. يعني انك تحط نفسك في موقف شوية فيه دينجر او خطر او ثريت، بس ما تحطش نفسك في تهلكة تامة تخليك تتحط نفسيا في ضغط انت مش هتعرف تتصرف معاه. يعني مثلا لو احنا عندنا خوف من الناس الكتير، او عندنا سلايتلي رهاب اجتماعي مثلا سوشيال انكزايتي، ما اروحش انا اتكلم قدام مثلا 300 شخص لاول مره وانا عمري ما اتكلمت قدام 300 شخص. انا كده كاني باذي نفسي، بتراماتايز نفسي اني بتكلم قدام الناس دي كلها. فمهم لما اتعرض لحاجه انا خايف منها اتعرض لسمول ستيبس، يعني اتكلم قدام 1 أو 2 أو 3 وتدريجيا اعلي الرقم. مثلا اتكلم في الموبايل مثلا في السيلفي بمسكه مثلا زي كده وبتكلم في الشارع، فباخد نفسي تدريجيا، مش اقوم ناطط مره واحده اقول ما ظبطش عندي ليه مثلا، او التمارين مش نافعه ليه. هي مع التمارين اعرض نفسي تدريجيا للحاجه اللي انا خايف منها، ولكن ما نطش مره واحده في الميه وانا ما بعرفش اعوم خالص. على الاقل اتمرن بعض التمارين في البيت قبل ما اجرب اعوم، او اعوم في مسبح مثلا انا رجلي طايله الارض، ما بقاش اللي هو عايم ورجلي مش طايله الارض وما بعرفش اعوم. فدي بقى الفكره، التعرض التدريجي بعقل، مش تعرض التدريجي ان انا اقوم رامي نفسي في التهلكه. اوكي، ده بنخلي انا اعمل بلان فيها ليفلز، ليفل 1 مستوى الاول، مستوى الثاني، مستوى الثالث، وحدد الليفلز دي هي ايه، يعني ايه اللي هيحصل فيها. لو عندي مثلا رهاب اجتماعي فليفل 1 اتكلم قدام فرد، ليفل 2 اتكلم قدام كاميرا وانا لوحدي في البيت، ليفل 3 اتكلم قدام 3 في الفصل، ليفل 4 اتكلم قدام 50 20 او 10 لأول مرة. فأنا اللي بحدد الليفلز المستويات بتاعتي، وبحدد حدتها عامله ازاي، لكن ما نطش مره واحده. بعد ما كنت عملت الخطه بتاعت المستويات للتعرض التدريجي، لو انا دلوقتي وصلت لمستوى مثلا 3 أو 4 ولقيت نفسي ما عملتوش كويس او خفت ورجعت المستوى ورا، اعيد المستوى ده تاني. يعني انا لو ما عملتش 3 كويس او رجعت تاني ل2، فانا هعيد 2 أو 3 تاني لحد ما بقى ممكن منه فانتقل للمستوى اللي بعده. ولكن ما بقاش لسه ما تمكنتش من مستوى 2 أو 3 اقوم ناطط ل5 مثلا، فتدريجيا اطلع. كده بقى معاكم فهمتوا يعني ايه انكزايتي، فهمتوا بتيجي منين، بقى معاكم بعض الادوات تساعدكم للتعامل معاها، وازاي تحطوا الادوات دي ان اكشن او في فعل فعلا. طبعا عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنت سيكشن تحت، ولو في مواضيع معينه عايزين نتكلم فيها برضو اكتبوها في الكومنت سيكشن تحت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بحيث تبقوا متابعين كل جديد بينزل على الصحه النفسيه او كسر انماط الاجيال او غير ذلك. واجن طبعا لو عندكم اي اسئله سيبوها تحت، ويومكم حلو، مع السلامه.